الرحيم. تحية طيبة. أرحب بكم أجمل ترحيب دكتورة سناء، أستاذ فاروق. دكتورة سناء، احنا موضوعنا أعزائي المشاهدين والمتابعين، موضوعنا هو الموضوع يعني ليس حصريا في السويد إنما في أوروبا تقريبا، بس المشكلة الإعلامية صارت على السويد بموضوع الهجرة المعاكسة وموضوع السوسيال. يعني صح النشر الإعلامي صار سويدي، بس هو بالأساس لا، يعني قانون الاتحاد الأوروبي. وإحنا موجودين أيضا في أوروبا. بس خلينا نبلش في الهجرة المعاكسة، لأن دكتور أستاذ فاروق طلع ورجع، وقلنا تبدي دكتورة سناء. خل تعطي دكتورة سناء رأيها بعد ما رحب بكم أجمل ترحيب دكتورة سناء وأستاذ فاروق الدباغ من مملكة السويد. تفضل عيني دكتورة سناء. أهلا وسهلا. طبعا سعيدة جدا بلقائنا اليوم ومن بعد غيبة طويلة، وإحنا دائما مستمرين ومتواصلين مع كل جديد، يعني اللي هو حتى إن كان لو كان التركيز على السويد، لكن هو حقيقة انعكاساته دائما تكون في بلاد المهجر بشكل عام. فاللي صار حديثا بعد ما صارت مشكلات كثيرة مع السوسيال، ويعني مع الأخبار اللي تقريبا في كثير منها فيها الشيء الصحيح وفيها الأخبار اللي هي مبالغ بها، وارتباطا مع يعني اختلاف نسبة ودرجات الوعي بين العائلات والأسر المهاجرة، صارت مشاكل مع السوسيال وانعكست بشكل سلبي على العائلة، وبحيث يعني فعلا مجموعة من العائلات يعني هاجرت وانتقلت من السويد إلى مجموعة من الدول العربية، خصوصا تركيا ومصر وغيرها. فهذه الهجرة المعاكسة هي فعلا حقيقة، ناس هاجرت وناس حاليا تخطط حتى تهاجر. ولحد هذا اليوم عندنا، احنا كنا انا واستاذ فاروق نشوف مظاهرة بيوتيوبوري، ولما طلعت على التعليقات شفت اكثر من أسرة كاتبة انه احنا راجعين، يعني بهذه العبارة احنا راجعين لبلادنا، بدون ان يتأكدون من مدى صحة المعلومات. يعني هل هناك حق مع السوسيال عندما اتخذت قرار سحب الأطفال أو لا، ما لهم أي حق؟ يعني هي هذه صارت فوبيا. فإحنا اليوم نقاشنا راح يكون عن الهجرة المعاكسة طبعا، وأكيد صاحب الموضوع أستاذ فاروق راح يوضح لنا بدايات هذا الموضوع وشون راح يستمر. تفضل أستاذ فاروق. نعم، شكرا جزيلا وأهلا وسهلا بكم. شكرا للدكتور عصام، شكرا للدكتورة سناء. حقيقة موضوع الهجرة المعاكسة احنا كتبنا به قبل فترة قصيرة، كتبنا موضوع وتفضل الدكتور عصام مشكور يعني بالنشر، وأيضا الكومبس نشرت الموضوع. قضية الهجرة المعاكسة هي تحصيل حاصل. يعني أنا شخصيا من قبل أكثر من 20 سنة قبل ما أجي للسويد، فكرة الهجرة المعاكسة موجودة في ذهني، لأنه خروجنا من بلدنا ما كان خروج سياحة، ولا كان خروج لقضاء متعة معينة أو حتى نرضي رغبات، لا، ولكن كان حاجة. وتختلف الحاجات من شخص إلى شخص. يعني هناك من هاجر بسبب العنصرية والاستبداد بالحكم والتسلط السياسي، هناك من خرج وهاجر بسبب سبب مادي، هناك من خرج، فالأسباب كثيرة طبعا، بالتأكيد على رأس الحروب والأزمات اللي مرت بها المنطقة، وتباعا من العراق وسوريا وليبيا إلى آخره. اللي قاعد يحصل يعني الآن في هذه الفترة هو الهجرة المعاكسة. حقيقة يعني كثير ناس، يعني أنا سمعت أكثر من طرف يقول ما في يعني هجرة معاكسة. لا، هجرة معاكسة موجودة وما نقدر ننكرها، ولكن قد تكون مخفية، قد تكون غير معلنة، لأنه الشخص اللي هاجر
ما يذكر، يعني ما يطلع يبلغ مثلا، وهناك من يبلغ طبعا، ولكن إلى ساعة اليوم، إلى ساعة إعداد هذا البرنامج، الإحصائيات في السويد أكثر من 50,000 شخص من أصول أجنبية ما بين عربي إلى كردي من أصول شرق أوسطية غادرت البلد. هذا الرقم مو قليل، يعني إذا نحسبها مع البالغين والأطفال هو رقم ليس بقليل، وأنا أتوقع هذا الأرقام راح تزيد أكثر. والله يعني عيد أستاذ فاروق الرقم. الرقم أنا هم جفلت به. نعم. تعرفون جنابكم في السويد دقيقين جدا في الإحصائيات والمتابعات. 50,000 فرد غادر السويد، يعني رسمي غادرها. نعم يعني هذول الناس بلغوا الفوشيكني كاسا، وبلغوا سكاتفيركت، بلغوا المؤسسات الدولة أنه إحنا أوقفنا تواجدنا على أرض. يعني أنا شخصيا أعرف أكثر من 10 عوائل، كل عائلة 4 أشخاص إلى 5، فالعدد أنا أتوقع كثير أكبر من هذا. لأنه 2 من هذول العوائل سألتهم هل بلغتم مؤسسات الدولة قبل ما تغادرون؟ جواب لا. لا ما بلغنا، إحنا سلمنا الشقة وقلنا لهم إحنا في سفرة قد نتأخر فيها، يعني خارج البلد وقد نتأخر في سفر. الإحصائيات اللي موجودة نعم 50,000 عائلة، 50,000 فرد عفوا. من المعلوم أنه في أوروبا لا يتعاملون بالنظام العوائل، لكن من نظام الأفراد. 50,000 فرد غادر البلد، ما بين طفل وما بين بالغ. واللي أتوقعه أنا الرقم هذا يتضاعف، وممكن يصير 3 أضعاف في خلال هذا العام. طبعا الأسباب كثيرة ممكن نتطرق لها. أستاذ فاروق هم مواطنين؟ نعم فيهم مواطنين، هذا ما مؤشر هذا يعني ليس مؤشر في هذه الإحصائيات، يعني هل هم مواطنين أم هم مثلا فقط مقيمين. ولكن ما يخفى على حضراتكم موضوع المقيم والمتجنس يعني متساوي بالحقوق والواجبات، يعني لا يوجد هناك فرق. ولكن هم أشخاص خرجوا سواء كانوا يعيشون على الشؤون الاجتماعية، على مساعدة الشؤون الاجتماعية، أو تركوا. ولكن أكثر اللي أنا أعرفهم هم ناس كانت تعمل في قطاع الدولة وكانت تعمل في قطاع الخاص حقيقة. يعني خلينا نقول بالكلمة الجل في ناس مقتدرة معاها دخل مادي تقدر تأمن هجرتها. وهذا اللي حصل حقيقة يعني قبل 20 و25 سنة. أغلب الذين هاجروا إلى السويد هم ناس حملت شهادات عليا، ناس معها إمكانيات مادية، لأنه تعرفون حضراتكم والمشاهدين والمتابعين ما هناك يعني سفر عائلة تهاجر من الشرق الأوسط إلى أوروبا تكون كلفتها أقل من 10 إلى 15,000 دولار. فكم شخص كان يملك هذا المبلغ قبل 20 سنة؟ قليلين الناس اللي هاجروا. لكن ما حصل ما بعد 2015 وأحداث سوريا والعراق وإلى آخره، الناس بلشت تهرب. يعني احنا شاهدنا وشهد العالم على قنوات الفضائيات، جاءت المهاجرين راجلة مشي، قطعوا أوروبا مشيا على الأقدام. هذه الناس اللي وصلت هون وصلت بمستويات ثقافية وعلمية متفاوتة، يعني مو كلهم مهيئين نفسيا ولا عقليا ولا علميا لحجم التغيير الذي يحصل على العائلة. هذا التغيير الذي طرأ العائلة من ساعة دخولها سواء في بلجيكا، سواء في ألمانيا، سواء في السويد. ما يعني لا توجد هناك حسابات مسبقة لرب العائلة أو الأم في العائلة، أقصد البالغين في العائلة. المهم إحنا وصلنا إلى أوروبا وتشتغل التبريكات والكذا ونجحت أنت ووصلت، لكنه شنو الخطوة ما بعد الوصول؟ هذا الموضوع اللي ما كثير الناس تناقشه ولا تحاول أنه تصغي له. دول أوروبا هي ليست جنة الموعودة. دول أوروبا تستقبل الناس وتريد حتى تعطي الشخص حق المواطنة والاندماج، أن يكون شخص على الأقل يستطيع لغتها، ولا ليس بالضرورة أن يجيد لغة المجتمع، أن يتفهم نظام العمل، أن يتفهم النظام الاجتماعي، أن يتفهم حقوقه وواجباته.
كثير من اصحابنا مع كل اعتزازي لكل المستويات اجى هنا وانبهر بالمجتمع انبهار غير طبيعي. يجي نهايه الشهر الدوله توفر مبالغ للعائله، اقل عائله تاخذ لها 2000-2500 يورو. هذا رقم بالنسبه للشخص اللي جاي من الشرق الاوسط هو قاعد بالبيت. فهذا حتى ناس تسميها الراتب، ما انطونا الراتب. فكنت اقول لهم دائما، كنت اشتغل في وقتها في احدى مؤسسات الاندماج العرقي، فاقول لهم انتم ما يصير تقولون راتب، لانه هذا يعني انت تبني فكره خاطئه انه تجي فقط تعيش هنا حتى تاخذ راتب. لا، هذه مساعده اجتماعيه، هذه مثل ما انت تستقبل المال مال زكاه. فما كانوا يقنعون بهذا الكلام، يعني بالتاكيد لا، هذا حق من حقوقي المدنيه. نعم حق، لكن مقابل هذا الحق عليك واجبات، أن تفهم كيف تدخل المجتمع، كيف تتعلم، كيف تكون عنصر فعال بالمجتمع وتقدم خدمة لهذا المجتمع اللي استقبلك وقدم لك كل الحاجات الأساسية ضمن هرم ماسلو، إبراهام ماسلو، اللي تأمين الحاجات. هذا دكتورة سناء ممكن تعطينا به محاضرة طويلة عليه. الهرم الحاجات الإنسانية للبشر، وبعدين اللي هي تأمنها أول ما يوصل المهاجر إلى الدول الأوروبية. طبعا لما أتكلم عن السويد أتكلم عن كل دول أوروبا، لأنه تعمل بنفس المنظومة حقيقة. هذه من الأشياء لما جهت الناس المهاجرة بأعداد كبيرة وغفيرة، ومنها مثل ما ذكرت راجلة، أربكت النظام الاجتماعي إرباك غير طبيعي. في هذا البلد يعتمدون، طبعا أكرر، البلد ليس فقط السويد وإنما كل أوروبا تعتمد على إحصائيات، على برامج مسبقة، يعرفون معدل النمو البشري مالهم شلون، فبنيتهم التحتية تتطور على هالأساس. ولكن لما ألمانيا دخلها 2-3 مليون، والسويد دخلها نصف مليون، والدولة الأوروبية دخلها مليون، صار إرباك. فما كان إلا الدافع هناك إنساني. ففتحت هذه الحكومات أو في ذاك الوقت، أو أقصد 2015، فتحت مراكز رياضية، فتحت مدارس، أي قاعات كبيرة فتحتها، وقالت مجرد أنه أستقبل المهاجر وأمن سكنه يعني. بينما في السابق كان لا، المهاجر يوصل للسويد مجرد أن يقدم الطلب اللجوء، يحصل على شقة سكنية، تؤمن مدرسة لأطفاله، تفاصيل كثيرة يعني. لكنه الموجود 2015 لا، وفروا لهم فقط السكن والأكل. طبعا هذا ما كان يلبي، يعني اختلف الوضع كثير اختلف. فهذا من تلك الأيام بلشت تولد نقمة عند فئة كبيرة من الناس حقيقة، من المهاجرين، أنه كذب، هاي دول أوروبا كذبت علينا على ما جينا لي هنا. ليش؟ كان سقف التوقعات كلش عالي، ولما جوا للحقيقة ما عندهم الباك جراوند، الخلفية الفكرية، أنه هذه المجتمعات تعتمد على إحصائيات، على معلومات مسبقة. ما كانوا متوقعين يجيهم هذا الأعداد، فمضطرة تعمل معالجات سريعة. يعني لحد ما وصلنا إحنا وكنا نعم. تعرف كلنا عشنا هاي الحياة، البداية مال اللجوء، كنا نسمع نعم. كثير من العراقيين وكأنه دا يسوي منية على البلد اللي راح له، يقول لك هاي فلوسنا، هاي اللي دا ينطونا اياها، هاي فلوس النفط العراقي. يا الموضوع غير شكير. فلذلك هذا النفس موجود حقيقة عند كثير من اللاجئين، يقول لك هذا حق من حقوقنا على السويد او على بلجيكا وعلى كل اوروبا. ولحد الان دكتور هذا الكلام، وهذا يعني انا اسمعه تقريبا بشكل مستمر. يعني في مقولة تعجبني كثير للإمام الشافعي، يقول: ما حاورت أو ما جادلت عالما إلا وغلبته، وما جادلت جاهلا إلا وغلبني، وإن اجتمع الجهل مع سوء الخلق فاعلم أن سيء الخلق يأبى أن تدنو لمستواه. يعني عندنا نوع من الجهل للأسف، يعني صعب جدا. إحنا بلغتنا نحاورهم: لا أنت إنسان مطبل، أنت إنسان تؤيد النظام. أيضا فكرة المؤامرة، وأنه الحكومة تسرقنا، وأنه إحنا مضطهدين، هاي عقدة الاضطهاد تأخذ وقت حتى الإنسان يتخلص من عندها.
فاذا اجى الانسان هنا وما قدر يندمج بالمجتمع وما يتعلم اللغه وما يتعلم يعني ابجديات الثقافه المجتمعيه للبلد المستقبل، راح يبقى يعني يصير هم عندهم مصطلح كويس انه يعيش في كبسوله، يعني كبسولته اللي هو جاي بيها خلاص. حتى اختياره لاصدقائه لمعارفه يختار الفئه اللي تأيد طريقه التفكير مالته. اذا انت صار لك فتره طويله، كم سنه استاذ فاروق؟ تجاوزنا ال 22 سنه يعني من 2008. اذا نفس المنظومه اللي عندك عندي، واعتقد راح يكون في اوروبا وحتى يمكن في امريكا. اذا باقي. نعم. اذا الهجره نعم. المعاكسه هي متوقعه، نعم. ان كانت لكن سلبيه او ايجابيه هذا مو موضوعنا. بس الهجره نعم. المعاكسه انا اعتقد على اللي، ويمكن انت ذكرتها بالبدايه، على المتمكن ماديا، بس نعم. المضطر يبقى. يعني اذا ما راح يختلف. اذا خل نرجع الى الموضوع الاخر. اريد اشوف راي دكتوره سناء، يمكن هي اختصاص الاسره والمجتمع. هل حالات دكتوره سناء في، خلينا نركز على موضوع السويد، هل موضوع الاطفال موضوع مبالغ به؟ الصوت يعني بداية أستاذ فاروق يمكن هو أكيد ممكن يعني يعرف أكثر مني، لأن هو في احتكاك مباشر مع هذه الموضوعات وبشكل رسمي. لكن أيضا من خلال احتكاكي المباشر مع العوائل هنا ومن خلال العمل، هذه الحالة موجودة. لكن أنا أشوف المبالغة هي بالمخاوف، مدى الاضطراب والأزمة المجتمعية اللي صارت يعني بسبب هذا الموضوع، فصارت فوبيا. حتى الناس اللي هم تغيرت علاقتهم مع أولادهم، حتى الناس اللي هم ما عندهم أي مشكلة مع السوسيال أيضا دخلوا ضمن هذا الموضوع. لأن إحنا مثل ما تعرفون مجتمعنا عاطفي، عندنا هذه السمة القومية الاجتماعية، العاطفة. يعني العرب بشكل خاص والمسلمين بشكل عام يعني معروفين بهذه، إنه هو مجتمع عاطفي وعنده انتماء وارتباط كبير مع العائلة ومع الأبناء والبنات، بصرف النظر أنه قد تكون هذه العلاقة غير صحيحة وغير حتى سوية، لأنه بعلاقتهم مع أولادهم ترتكب كثير من هناك جهل، ترتكب كثير من الأخطاء. لكن مع ذلك يعني النظر للأطفال وكأنهم ملكية خاصة، هو هاي الثقافة اللي تتقاطع مع النظام السويدي، إنه هذا ملك الدولة. هو الحقيقة لا ملك الدولة ولا ملك للعائلة، هو ملك نفسه، فهو أمانة عند العائلة. فإذا العائلة ما كان، فمن حق الدولة أن تتدخل. والحقيقة وهذا بيه جانب إيجابي، يعني إحنا ببلدنا لو هذا الموضوع موجود ما كان شفنا حقوق الأطفال تنتهك. فهنا اللي دا يصير هناك نسبة من الأطفال اللي راحوا للسوسيال هم أساساً يعانون من أزمات ومن مشكلات، لكن هناك أيضاً لا يخلو الموضوع من أخطاء واعترف بها. حتى موظفو السوسيال معترفين إنه كل مؤسسة تخضع للأخطاء، مع العلم إنه هذه الأخطاء كارثية لأن تتعلق بمستقبل وبحياة طفل اللي هو أساساً متعلق بعائلته ولصحته النفسية، إنه المفروض يكون مع عائلته. لكن هذه العائلة عليها أن تكون أكثر وعي، أن تتبع هذه القوانين، أن تفهم النظام، تفهم القوانين، شلون كيف تتعامل مع هذه القوانين، تعرف كيف تتعامل مع الطفل. هي لحد الآن مع الأسف عوائلنا لا زالت في مرحلة أنه تحتاج إلى كثير من التوعية حتى تتعرف وتعرف شلون تقدر تتعامل مع، تقدر توفق بين النظام المدارس وبين القانون وبين العلاقة العائلية مع الطفل. فهو في الحقيقة يعني الموضوع موجود، يعني طبعا هي مشكلة قائمة مع السوسيال وفعلا. وحتى ذكرتوا يعني الهجرة المعاكسة، أعرف هنا حتى بمدينتي وين هي صغيرة، مدينة تعتبر صغيرة جدا، لكن أيضا أكو عوائل تهاجر حتى غير المتمكنين اقتصاديا، يعني الأم تهاجر ويا الأطفال
والأب يبقى هنا، وهذا أيضا شكل مشكلة بالنسبة يعني حتى النظام السويدي هو يعني صار يعاني من هذه المواضيع، لأنه هذه المشكلة والأزمة جديدة عليه. نعم. أي أستاذ فاروق، عندك الأرقام يجوز الأرقام الحقيقية؟ نعم. موضوع خليني بس أعقب على كلام الدكتورة. موضوع الأخطاء اللي ارتكبها السوسيال، في ندوة أنا قدمتها قبل 3 أسابيع يعني، وكنت أتكلم مع أكثر من 50 موظفة سوسيال، فكان يسموه فور ليسنينج أو محاضرة. فحكيت لهم نقطة كثير مهمة، قلت لهم لطالما أنتم موظفين، أنا أعرف أنتم موظفين، أنتم درستوا معاكم شهادة جامعية وتعالجون قضايا مجتمعية، لكن أنتم تحتاجون إلى فهم منظورين مهمين جدا في كل قضية أنتم تستقبلوها. أولا منظور اللغة، وثانيا منظور المجتمع أو الثقافة المجتمعية. الشخص أو العائلة اللي تجلس أمامكم في التحقيق لا تشوفوها عائلة سويدية، حتى وإن كانوا يتكلمون قليل من اللغة السويدية، لكن هذول الناس إما عرب أو أكراد أو أي قومية أخرى، هذول لهم لغتهم ولهم ثقافتهم. فإذا أنتم يعني قويتوا الكومبتنس مالتكم وصار عندكم يعني مهارات فهم الثقافة المجتمعية للمهاجر وفهم لغته، أنتم راح يخفف عليكم كثير في عمليات التحقيق اللي توصلكم وأنتم تحققون بها. نعم، أخطاء، تعقيب على كلام، أخطاء كبيرة جدا، ولكن مثل ما شفنا وعشنا خلال هاي 20 سنة بالسويد، كل مؤسسة من مؤسسات الدول الأوروبية هناك قسم منها تعمل للتطوير وقسم يعمل منها للإصلاح. دائما كل مؤسسة من مؤسسات عندهم قسم للتطوير نحو الأحسن وقسم يصلح الأخطاء، وهذا من أجمل أنا ما شفته حقيقة في النظام المؤسسات الأوروبية. أنا بالمناسبة أنا عملت أيضا ضمن الاتحاد الأوروبي، أخذت أوبدراج أو مهمة وعملت معهم تقريبا 6 أشهر في فترة الجائحة، جائحة كورونا. فشوف النظام الإصلاح، مؤسسة السوسيال مثلا، هناك جهة رقابية إصلاحية اسمها الإيبو، فهذه تتابع كل عمل المؤسسات السوسيال بما فيها دور الرعاية للمراهقين، بما فيها، لما أقصد دور رعاية المراهقين هناك نوعين، دور رعاية يسموها الهوفي بهم واللي هو الرعاية المفتوحة، وعندهم في شيء اسمه السيس الذي يعادلها بالمقابل من الطرف الآخر، يعني بالمفهوم الشرقي سجن الأحداث، الأطفال أو المراهقين اللي يرتكبون جرائم. هنا بالسويد لا يستخدمون كلمة جريمة، في الإصلاح لا يستخدمون كلمة جريمة، فهناك يسموه تأهيل المراهقين ورعايتهم، فيسموه كريمينال بورد، رعاية المجرمين، ما يقولون سجن ولكن هو سجن. الفهم الخاطئ عند كثير من المهاجرين، يحجزون الأطفال في السيس. طيب أخي، يحجزون السيس هو ما يعادل سجن الأحداث، فمعناته هناك قرار محكمة وهذا الشاب أو هذه الشابة يجب أن تخضع للرعاية داخل هذا المركز المغلق. الأخطاء اللي ارتكبها موظفين السوسيال حقيقة أخطاء قاتلة، وأنا يعني أقول من هذا المنبر وكررت هذا في أكثر من مناسبة، على السوسيال أن ينزل إلى الشارع، أن يفهم ثقافة المجتمع المهاجر، أن يفهم لغته. إحنا العواطف تقودنا، ولكن هذه مو مشكلة المجتمع أو النظام السويدي، ولكن لازم يعرفون طبيعة التعامل الأسري داخل العائلة العربية. إحنا الطفل، إحنا نقول أطفالنا فلذات أكبادنا، هذا الكلام ما يشتغل بالسويد. يعامل طفله على أنه فرد من أفراد المجتمع. عندما ابنه يرتكب الخطأ يقول له أنت ارتكبت خطأ، عليك أن تأخذ العواقب وليس العقوبات. إحنا ما عندنا هذا الشيء، حتى من ارتكب ابننا الخطأ ناخذه وندلله وناخذه بالأحضان. طبعا يصير سوء فهم عند الطفل، يصير ازدواجية بالتفكير عند الطفل، وبالتالي الطفل يتعب
يروح للمدرسه يشوف التعامل بطريقه، يعاملون الطفل بطريقه البالغين، ويجي للبيت يتعامل الطفل بطريقه الحنان والمحبه وتلبيه كل الرغبات. استاذ فاروق، ولو اقاطعك يعني نعم. هذا السيستم وهذا القانون هذا قديم، يعني نعم. مو جديد، يعني مو نعم. موضوع 2015 ويا هاي الموجه الجديده، ولا بعد 2003 وهجره العراقيين، هذا قانون نعم. قديم. نعم. ليش المشاكل هسه نسمعها باليوتيوب والانترنت والتيك توك وكل العالم تحكي بين اكو مشاكل خاصه بموضوع المسلمين في السويد؟ اشكرك جدا. الضخامه هذا سؤال حقيقه يعني بالضبط هو محور اللقاء اليوم. الذي حصل من 2015 الى اليوم، كثير من العوائل تم سحب اطفالها تحت قانون LVU، واللي هو قانون الرعايه القصريه للطفل عندما لا تتوفر بيئه امنه له او يتعرض للعنف. واغلب هذول الاطفال اللي انسحبوا نتيجه اما بلاغ كيدي او اخطاء ارتكبها الام والاب، او احيانا هو الطفل اشتكى على الام والاب بتحريض من الاصدقاء داخل المدرسه، خلي يا ابوك يشتكي على ابوك وتخلص من عندها. يعني الا شكوى للطفل، يعني الا شكوى السوشيال الطفل. سمعنا يعني حالات بدون شكوى للطفل. يعني قد يجوز المعلمه، يعني انا كان عندي حادث يعني قبل اسبوع بالضبط، حضرت بطلب مباشر من بلديه المدينه احضر قضيه احد الاشخاص، ما راح اذكر اسماء. الام واب وعندهم طفلين، الطفله 4 سنوات والطفله الثانيه 5 سنوات، ونفس العائله، الاب زوجته متوفيه الاولى وعنده طفلين من الاولى. فاجت الام الثانيه احتضنت الاطفال الاربعه وتربيهم احسن تربيه، لكنه تعيش خوف وقلق الاشاعات وعمليه التجهيل والتضليل اللي تمارس الان في التيك توك ومحطات التواصل الاجتماعي. فدائما عندها شعور بالخوف هذه الامر. حصل الخطا داخل المدرسه، فالمعلمه عندما تحدثت مع الطفله في اكثر من مناسبه، فالطفله ذكرت نقاط داخل العائله متعبتها، يعني اتعبت الطفله. فهناك تحس الطفله بامن عاطفي اوسع، يسمعوا لها تحكي، فحكت فقالت امي تضرب نفسها، تلطم على وجهها بالبيت. فموظفه المدرسه او موظفه الحضانه سجلت العمليه لطم، هذا معناته المراه مضطهده، هناك سبب انه عملت بلاغ انه الطفله جت تحدثت مره قالت نزل من خشمي من عندي دم، المره الثانيه قالت انه امي تضرب على وجهها تلطم. قدمت 3 نقاط، صار بلاغ قلق الى السوسيال. السوسيال استدعى الاب والام، طبعا الاب كان يعني صارت قصه. لا بالضبط. فمن رحنا انا يعني معرفتي جدا محدوده بالعائله، فجلست قدمت يعني طلب ان اكون انا كمساعد داخل هذه القضيه، وافق السوسيال. فجلست، والعائله بالمناسبه مو من اصول عربيه بس يتكلمون قليل من اللغه العربيه، جلست معهم. فعندما واجهتها موظفه السوسيال وقالت لها انت البنت تقول انه انت بنتها اللي عمرها 3 سنوات تروح للحضانه، قالت تلطم امي تلطم 3 سنوات وجهها. وهيك تحكي؟ اي 3 سنوات 3 سنوات ونص، يعني المهم مأشرة الحركه شلون تضرب وجهها. فاثناء التحقيق موظفه السوسيال تكرر الكلام اللي ذكرته المعلمه، والمعلمه دقيقا توصف عمليه لطم الوجه. فأنا ابتسمت، فكنت انتظر انه الام توضح. طبعا الام راسا كذبت، قالت لا مستحيل، انا ليش الطم، انا مرتاحه مع زوجي. هنا موظفه السوسيال راسا تقول هاي العائله تكذب تخبي. فاني تضطر الموظفه بهالحاله، لم يكن هناك توضيح، تضطر الموظفه السوسيال انه تسحب البنت على الاقل 6 اشهر لحين ما تجري تحقيق عميق للتاكد مدى مصداقيه الابوين. فوين دخلت انا قلت بس تسمحي لي، قلت لها يعني عنف لا يوجد عنف، اذا موضوع لطم الوجه انا راح اوضح النقطه. احنا في عاداتنا تقاليدنا النساء
عندما تندهش، عندما يصير عندها خوف او عندما يصير عندها شيء مفاجئ تسوي هاي الحركه، يا يما صار هيك. فقلت هاي الطفله لما تروح المدرسه وتقضي 7 ساعات او 6 ساعات بالمدرسه، هذه ما تشوف معلمه تسوي هاي الحركه، فهاي شافت امها فنقلت لك موقف انه الام تلطم وجهها. هذا مو لطم، هذا تقليد تستخدمه اكثر النساء، ما اعرف ايش قد تأيدوني يعني، بس يعني شايفيها احنا كثير من النساء تقول يما صار هيك. فهذه الحركتين اللي تسويها الام، او مثلا البنيه توقع شيء تقول لها ايش سويتي، فالبنيه ترجمت انه امي تلطم وجهها. واضح فراسا واضح. انا من سالتك انا اقصد ايش سالتك يعني على القانون، هل نعم، تغير او ما تغير؟ بس اعتقد هو اكو صار به تغيير، تعديلات، صار تعديلات تعديلات. بالتطبيق. بس هو القانون نعم، بالاساس موجود موجود ثابت، اي. وسلس ومطبق. هل نعم، هناك مبالغه بالتنفيذ، لو من وراء النشر الزايد بالسوشيال ميديا، وخاصه مثلا من الاخوه، خلينا نقول مرات انا اشوف الميديا اكثر شيء سوريين يعني يسجلون وينشرون هاي للاسف، الاخبار. للاسف هو المبالغه هذا بهذا الموضوع من الطرفين. من لا، من الطرف الحكومه نعم، يعني من طرف الحكومه اللي صار دكتور انه الحزب العنصري نجح بالانتخابات الاخيره. نعم. العنصر يعني الحزب العنصري يشتغل على منه؟ على يشتغل هذا ضد المهاجر. الموضوع. فاصبحوا هم يعني مو يوجهون فقط للتجديد، ولكنه يقول لك احنا لطالما متراخين او سهلين بالتعامل مع هذول الناس، هذول يريدون يقدمون اجنده الجهل مالتهم ويمشوها علينا، فاحنا راح نشدد بالقوانين. فصار تجديد قوانين او تجديد في تنفيذ القوانين، يعني صار تجديد غير طبيعي. يعني سابقا كانت الطفل حتى ينسحب من العائله البيولوجيه يعني كتسجيل قانوني كان يستغرق 3 سنوات الى 4 سنوات، الان سنتين. اذا ثبت اندماج الطفل داخل العائله الحاضنه يسحب الطفل. طبعا هذا يعني يألم الام كارثه. والاب لانه يعني يأذيها بشكل بقوه. النقطه اللي انا اركز عليها دائما، خلي بس اكمل الموضوع مال هذه العائله. طبعا من بعد ما شرحت الموظفه وهاي قصدك هاي نظمت الطفله اللي 3 سنين. نعم، الموظفه قالت لي انا اشكرك، يعني هسه انا اقدر اغلق الموضوع، انه لا يوجد عنف، لا يوجد انه الام تضرب نفسها هاي، لكنه الطفله ترجمت هذا الشيء بهذه الطريقه. قلت لها نعم. طبعا من خرجنا وتقريبا انغلق الموضوع، قالوا لها خلاص بس نجي زياره ثانيه نلتقي بكم، والطفله ما راح نسحبها تبقى معاكم، بس نريد نتابعكم نشوف شلون حياتكم داخل العائله. قالوا لهم تفضلوا اهلا وسهلا. الام والاب كان تعاملهم مع موظفه السوشيال لطيف ومقبول، فانتهت القضيه بدون مشكله. لكن من يجي الام والاب ويتهجم على موظفه السوشيال ويقول لها هاي بنتي وانت ما من حقك. موظفه السوشيال هي عندها 8 ساعات عمل وتروح للبيت، عندها قانون تطبق عليه القانون، تسحب منه الطفله وتقول له روح. الاخطاء اللي تصير، الاخطاء اللي يرتكبها موظفي السوشيال، ياخذون الطفله ويزرعوها في عائله غير ثقافه وغير دين، وهون هاي مشكله كبيره. الطفله هناك العائله الثانيه تستقبلها، تقدم لها اللي حسب القانون الرعايه النفسيه والغذائيه والسكن والنشاطات الرياضيه. الطفله هناك مساحه امنها العاطفي توسع، راح تشوف ان هذول يهتمون ايضا ميزانيه لها الطفله، يعني يصير عندها ميزانيه اكبر مما تكون هي عند العائله البيولوجيه، لانه تعتبر تحت خط حمايه الدوله. هون الطفله اذا كانت فعلا كانت متعرضه للعنف، او كانت فعلا عندها مشاكل داخل العائله البيولوجيه عند العائله الام والاب، راح تفضل تبقى مع العائله الحاضنه، تقول لك انا ما اريد ارجع. مع الوقت راح تخسر لغتها الام، مع الوقت احتمال كبير جدا تخسر ثقافتها الدينيه والمجتمعيه. من الاخطاء اللي ترتكب من السوشيال ما يسوون اكو شيء اسمه الامينجه، يعني الطفله المسحوبه اذا الام والاب يدخل الى تاهيل ويتصلح ويصير يعني انسان سوي ويعرف يتعامل مع اطفاله، لازم باسرع وقت يعني خلال مده 6 اشهر
ما تدوم اكثر من سنه، لازم يعملون لقاء يسموه الام ينجي، اللقاء بين الاب البيولوجي والام والطفله، حتى لا تخسر الطفله انتمائها الاسري بس وانتمائها الاجتماعي. بصراحة أستاذ فاروق، هل هناك تقصد بهذا الموضوع في موضوع الجالية المسلمة؟ انا يعني صراحة. اقسم لو هناك تقصد في اي مكان من المكانات اللي انا حضر، انا لا اقدر يعني اتكلم. السويد اكثر من 200 محافظه او اكثر من 200 كومون، انا ما اقدر يعني، لكنه انا اشتغل ضمن 15 بلديه، 15 محافظه، ما شفت هذا النوع التقصد. و... لكن هناك مثلا احكام مسبقه، موظفه السوسيال عندها انتماء سياسي عنصري، هون تحاول ان توقع اقصى العقوبات على العائله. هذا الان بدها تشتغل عليه مؤسسه الايفو اللي هي الرقابه، انه ما تخلي بعد موظفه واحده تتحكم بالقضيه، دائما موظفتين، حتى اذا اخطات الاولى الثانيه تبلغ عنها او تصلح. اخطاء تصير، لكن الاخطاء الاكبر دكتور عندما ينسحب الطفل واحيانا يروح عند عائله حاضنه خاطئه، يعني او عائله حاضنه يعني غير متمكنه، هون يصير الطفل يقاوم، يقول لهم انا ما اريد ابقى، ما اريد اطلع، لكن حسب القانون هو يجب ان يحمى من عائلته. اذا عند الطفل ومارس ممارسات عنيفة. عنيفه وعدوانيه، ينقلوه الى السيس الإصلاح. اللي هو الاصلاح القسري. بالاصلاح القسري الكارثه الكبرى، اكثر الاولاد اللي هناك ما جايين من بيئه عنف، ما ابوه ضاربه ولا امه مسوي، لا، جاي من مخدرات، جاي من عالم جريمه. هذا الطفل انا كنت اركز في كل المحاضرات، في كل اللقاءات، اقول لهم افصلوا، الدوله غنيه تقدر تسوي مراكز خاصه للاطفال المعنفين، مراكز خاصه للبنات اللي عليها اضطهاد بقضايا الشرف الى اخره، ما يصير تخلطوهم كلهم في مكان واحد. هذا اللي ما حد كان يسمع. الان بعد هاي موجه الاحداث الاخيره والمظاهرات السويد التفتت التفاته قويه جدا، وانا شخصيا يعني عملت اجتماعين مع الجهات اساسيه ومتقدمه في نظام السوسيال وفي مؤسسه السوسيال، من اجل ماذا؟ من اجل فقط انه نصلح هذه النقطه، يعني انه يكون فصل في دور الرعايه، بدل ما يكون المدمن والمجرم وينخلط مع الشاب او الشابه اللي جايه من بيئه عنف، لا، لازم هذول يكون عندهم بيئه تختلف او بعيده عن بيئه الجريمه والمخدرات. وبالنسبة خلينا نقول العوائل اللي مجتمع ميم، هل ممكن يعطوهم أطفال من هذا النوع؟ يعني بالذات العرب والمسلمين لا يمكن، لانه هم يعني مؤسسه السوسيال هي ما تريد لها وجع راس اضافي، هذا اي هو هذا تعطي انا قصدي، هذا قصدي. مستحيل. يعني ما يعني معقوله دوله تدور مغثى النفس. بالضبط مغثى وشيء، لكنه اللي شفتوه انتم على شاشه ونقلته محطات عالميه موجوده. موجود، هذا مو عربي، يعني الطفله مو عربيه، انا تاكدت بنفسي تاكدت وتواصلت مع الشؤون بس هم الاجتماعيه. هم السويد ما يفرقون بين عربي ومسلم لا وافريقي اطلاقا ما، لكنه بالقياسات اثناء العمل لا يراعى هذا الشخص من اي ثقافه تحسب. بشرط. نعم يسال حتى الفرد اي مذهب انت، هل سني الا شيعي، يسال، اه. كل هذا يؤخذ بنظر الاعتبار، حتى في دائره الهجره من يستقبلون المهاجر يسالوه هذا السؤال، هاي الاسئله يسالوه، يريدون الباك جراوند مالته، يعرفون لانهم يعرفون استاذ فاروق، هاي تقدر المجتمع. تاكد لي هسه ولو احنا برنامج، يعني برنامج خاص، هل الخبر مال اثنين مثيلين متبنين طفله مسلمه؟ انا ااكد وبشكل قطعي هذا الخبر غير صحيح، غير نهائيا. صحيح. وانا بنفسي تعرفت يعني او شفت ليس فقط الملف، وانما شفت حتى الملف العائله الحاضنه، هم هذول الزوجين المثيلين. الطفله هذه ابوها مجرم وامها مدمنه كحول، من اصول سويديه بحته. جدتها اللي هي امها قالت خلوها، قالوا لها عندنا عائله كثير راغبين من المثليين وراغبين بطفل، قالت احنا ما عندنا مانع. موافقه جده انا بنفسي قريتها وشفتها، ما التقيت. السويديين. نعم بالموافق، لكنه العائله تعرضت الى تنمر، الى تهديدات، الى كلام يعني
بشرط اخذت العائله كلها حمايه. جيد. زين يعني استاذ فاروق، ما زال دكتوره سناء بين ما توصل ترجع، اريد اسالك أي. على هذا السوري اللي وجع راس الدنيا كلها بالفيديوهات على نعم اولاده الاربعه، شنو صار نعم. من قضيته؟ هذا يعني شو شوف اسمه يعني، ذكرني؟ ما اريد اذكر اسمه اي دكتور يعني، لانه يعني كثر النشاط، ومقصود يعني ربما مقصود. فعلا حرصه على اولاده الاربعه، بس كان نشاطه مو طبيعي على اليوتيوب. هل موضوع مشاهدات او موضوع الم حقيقي؟ هذا الشخص انسحبت اطفاله، نعم، وانسحب له طفل من داخل غرفه الولاده، نعم، ولكن دكتور للحقيقه دائما وجه مخفي، وجه اخر. هذا السويد عندها واجب كتمان السر، واجب حمايه الحقوق الفرديه. يقول لك احنا ما نقدر نتكلم عن الطفل هذا، بكره الطفل يصير رئيس وزراء يقول مؤسسات الدوله فضحتني ممكن الطفل، ما يصير. للاسف اغلب هذول الاباء اللي فشلوا في اداره ازمات عوائلهم داخل المجتمع السوري يحاولون ان يلبسون المشكله على مؤسسات الدوله وعلى المجتمع، وهذا ما يصح، هذا ما صحيح. نعم، هو الرجل في اكثر من مناسبه قال انا جاهل، انا امي، انا. طيب اذا انت جاهل وامي، عليك ان تستعين بالناس اللي تقدر تساعدك. لكنه احنا للاسف الغالبيه العظمى من البسطاء يتصور انه اذا انا اقدر العب على القانون واحتال عليه انا راح اكون بطل. وهاي الفكره ماخوذه من مجتمعاتنا، كل ما قدرت تغش الدوله وتغش مؤسسات الدوله انت شاطر وذكي. هنا ما يشتغل، هنا هذا الكلام ما يمشي. فاليوم اللي سحبوا اطفاله ويوم اللي صار البروسيس عمليه سحب الاطفال هو ارتكب اخطاء. انا اذا اتكلم الان اكون خالفت واجب كتمان السر. نعم. انا مطلع تفصيليا على قضيه الشخص. جيد. صدق اخطاء، يعني انا يأسفني هو بسبب هاي الاخطاء، وجاء من هو انتهازي حتى يحقق اهداف. زيد الطين بله. بقى عمل منه يوتيوب وعمل منه فيلم وصار يدعي انه هذا ايقونه، وانه الموضوع ليس ايقونه. موضوع هذول الناس، دوله السويد، دول اوروبا لا تتعامل بالعواطف، يتعاملون على وقائع، على حقائق. شنو اللي صار؟ كيف ارتكب الخطا؟ ماذا حصل؟ يعني قصص كثيره، مو بس هذا الشخص. قبل فتره جدا قصيره احد الامهات حكت معي، قالت انا ما عندي مشكله مع السوسيال. إيه؟ قالت بس السوسيال يريد ياخذ بنتي. قلت زين ممكن توضحي لي؟ انا رجل يعني كثيرابيست اريد اساعد يعني. قالت ايه؟ قالت انا بنتي اخوها يضربها الاكبر منها، اخوها 16 سنه وهي 15. البنت اشتكت. قلت زين وش سويتي؟ قالت انا ما عاد اقدر امنع، ما اقدر. هو صار 16 ويقول انت ما تسوين هيك، ما تروحين ويا هذا، ما تحكين بالمدرسه ويا الاولاد. قلت زين والاب؟ قالت الاب احنا مطلقين مفصولين، الاب بعيد عننا. قلت لها زين. وقالت السوسيال تقول لي احنا مضطرين نسحب الطفله نحطها تحت الحمايه. قلت تعرفين ليش تسحبها؟ قلت حسب القانون يجب ان يكون احد الابوين او الابوين كلاهما يحمي الطفل، يحمي العلاقات داخل الاسره. انت ما تقدرين تحمين بنتك من اخوها الاكبر منها. عمليا حسب القانون لازم تسحب الطفل، بس وين راح تروح الطفله؟ هذا الكلام اللي الام ما تقدر تتحكم به ولا هذا حديث ذو شجون. بس نعم. ويانا هلا الدكتوره سناء رجعت، بس ويانا ست وداد داوود من هولندا، شو رافعه ايديها. اعتقد موضوع هولندا يمكن هم اكثر من عندنا بس اقل من عندكم. تفضلي ست وداد اذا عندك ملاحظه. مساء الخير عليكم جميعا. مساء النور. الحقيقة محاضرة وموضوع مهم جدا شغل السوشيال ميديا بالفترة الأخيرة، وخاصة بالسويد، وبالذات هذا السوري اللي عمل فيديوهات كثيرة. طبعا احنا اغلبنا عايشين في دول أوروبية مختلفة والنظام واحد بالنسبة للأسرة والأطفال. يعني أنا الحقيقة ما سمعت في هولندا أي حادثة من هذا النوع، لكن بالسويد صارت ضجة. ويعني هذا الرجل السوري مبين، ومثل ما ذكر الأستاذ فاروق أنه هو باعترافه جاهل وأمي، وبس يخلف وينجب، وهذول أغلبهم من يجون
يكثرون من الإنجاب في سبيل الحصول على مخصصات الأطفال. وبعدين ما أعتقد الموضوع بسهولة سحب الطفل، وأكيد وضحها الأستاذ فاروق، إلا بعد مراقبة وفترة طويلة والتأكد من هالأمور. والطفل من يبلغ يعني ينقل ما موجود في الأسرة من تصرف وتعامل مع الأطفال، يعني ولذلك يأخذون بكلام الطفل لأنه ما يكذب، ينقل حقائق هو، بس شلون يفسرها شلون يستوعبها هذه هو السوشيال اللي يقررها. فأعتقد هذولا أفضل للأطفال هم إذا ينسحبون منهم ولا يعيشون ببيئة متخلفة جاهلة. ما أعرف أستاذ فاروق يأيدني أو لا. والله خلينا نسمع، إذا تسمح لي أستاذ فاروق، خلينا نسمع دكتورة نعم. سناء، لأن هي يعني بالأساس مهاجرة، وأيضا صارت سويدية، وأيضا أسمعها وأحس بها تشعر مشاعر الأم اللي تخاف على بناتها مثلا. هل القوانين الحالية اللي موجودة بالسويد هل فعلا سبب للهجرة المعاكسة؟ وهل أنت من الناس اللي تأيد الهجرة المعاكسة؟ لو ممكن واحد يسوي موازنة ما بين قوانين البلد وما بين مستقبل العائلة. دكتور عصام، هو أفضل شيء الموازنة مثل ما ذكرت حضرتك. يعني العائلة قبل ما تتخذ أي قرار المفروض يعني تسأل نفسها وتواجه نفسها بالبداية. إحنا العدد الكبير اللي دخل للسويد من بعد عام 2015 كان عدد كبير، فخلق عندنا خليط غير متجانس مثل ما ذكر أستاذ فاروق. في كثير ناس أصلاً ما يعرفون يقرون ويكتبون، وفي كثير ناس هم مو فقط شهاداتهم متدنية أو ما عندهم أصلاً شهادة، وإنما ثقافتهم يعني وقفت عند مرحلة يعني هذه المعلومات والتقاليد الاجتماعية اللي القديمة جداً، واللي ما تتناسب. هي أساساً ما لها علاقة لا بالدين، لأن هم يعني يتوقعونها من الدين، هي لا لها علاقة بالدين ولا لها علاقة بهذا النظام. فمن أبسط يعني من أبسط الأمور أنه اللي يجي اللاجئ يعني المفروض يحترم نظام وقوانين البلد المضيف إليه، أن يكون مندمج، أن يعمل، يفهم أهمية اللغة. كل الناس هنا أو أكثرهم، ما أعمم عليهم، يتوقعون اللغة هي مجرد أنه لغة محدودة، مجرد ما نطلع من السويد الناس ما تتعامل بهذه اللغة، وينسون أنه هي من أهم يعني من أهم نتائج اللغة أنه راح تسوي عندنا هنا توافق نفسي واجتماعي واندماج ويا المجتمع. يعني كل الأزمات والاضطرابات النفسية اللي هم بيها أهم أسبابها الابتعاد عن تعلم اللغة، الابتعاد عن سوق العمل، الوقوف عند مرحلة يعني بالدراسة معينة وعدم الاندماج. يعني كل هذه الأسباب الحقيقة يعني قادتنا أنا ودكتور أو أستاذ فاروق أنه نبدأ بدورة. هذه الدورة راح تكون عبارة عن سلسلة من ورش عملية راح ننطي بيها معلومات صحيحة تناقض المعلومات. إحنا كمتخصصين يعني علينا واجب أن ننطي المعلومة الصحيحة للأسرة اللي هنا المهاجرة بالسويد. راح نبديها إن شاء الله من البداية بالعلاقة الزوجية، لأن من خلال خبرتنا اللي صار المشكلات ويا السوسيال هي الحقيقة أكثرها يعني أي عائلة تجي أسألها يقولون أي إحنا ما مرتاحين، عندنا أزمة يعني بالزواج، علاقتنا الزوجية غير مستقرة، وهي هذه تقود إلى المشكلات. أما كيف يواجه هذه الأزمة أو كيف تكون الصراعات داخل العائلة أمام الأبناء، هذه كلها هم ما يفكرون بها، رأسا يجون للنتيجة أنه إحنا نسحبوا أطفالنا. طيب أنتوا عقدتوا هاي الأطفال، أنتوا عقدتوهم، أنتوا السبب الرئيسي بهذا الوضع، فأنتوا يعني مطالبين بأن تكونون واعين بقوانين البلد، بالنظام، واعين بمشكلاتكم الحقيقية، بالأزمة الحقيقية اللي موجودة عندكم في علاقتكم أنتوا. يعني ناس هنا لحد الآن ما زالت تختار شريك حياة سيء وتخطيطهم سيء، يعني الزواج بسرعة والانفصال، الحمل والولادة بسرعة والانفصال بسرعة. يعني مثل بسيط جدا حتى فقط يعني
أوافق ست وداد هذا الموضوع. كثير من الناس هنا هم مع الأسف يعني محتاجين إلى دروس ووعي توعية كثيرة. يعني على سبيل المثال أكو شاب إجا هنا هو أساساً ما كان عنده اختيار غير أنه يتزوج سويدية ويحصل على الإقامة، وفعلاً حصل على الإقامة وحصل على الجنسية، لكن نتيجتها انسحب الطفل، رأساً صار حمل وانسحب الطفل من عنده. فواجه الموضوع يعني كانت استجابته عنيفة واستجابته سيئة جداً، أنه اختلف وتعارك ويا الروضة وواجه الشرطة وتعارك معاهم وتضارب وياهم، فانحبس وانسحب منه الطفل. وهاي قبل سنوات، ولحد الآن مصر أنه يعني ما يريد يكمل باللغة، ما يريد يبحث عن عمل، يعني عايش أزمة وعايش هاي القوقعة اللي أطلقوا عليها، فعلا عايش بقوقعة يعني. فأبسط من أبسط الأمور المفروض يفكر بها هو اختار هذه الزوجة، وهو اختارها مو حبا بها لأن عنده مصلحة أن يحصل الجنسية، في حين هي حبته وزوجته، وما افتهم ولا قدر يستوعب ثقافة هذا المجتمع، أو على الأقل يتحمل مسؤولية اختياره وأسرع في عملية الإنجاب وصار عنده طفل. فهذه حالة واحدة من حالات كثيرة، وكل عائلة لها خصوصية وعندها مشاكل يعني. والمشكلة الحقيقية أيضا هم يخفون ما يتكلمون بكل الحقائق، يعني يتصورون راح يحافظون على التماسك العائلي بهذه الطريقة، وهذا هذا المفهوم خاطئ تماما. ولذلك احنا ان شاء الله راح نبدي بدورة بورش عمل نبديها بالعلاقة الزوجية، وبعدين راح تصير بالتسلسل يعني كيفية تربية الأبناء، كيفية التعامل مع الطفل، مع المراهق، وهكذا. يعني أنا بس شكرا يعني دكتورة سناء، ما أريد هسه بعدين من يطلع الفيديو يشعر المشاهد بأن احنا واقفين مع طرف مو مع طرف. يعني واضح من المقصود، يعني نفس التهم اللي مثلا يتهم بها الأستاذ فاروق، حتى لا يكون البرنامج راح نشره، أكيد راح نشره يعني جزء كامل، حتى ما يشعر المشاهد إن كان بالسويد ولا بالعالم كله، أكيد لأن هاي بالانترنت يقول والله هذا البرنامج تسويق. لا، احنا نحكي بمصداقيه، واحنا نفسنا ثلاثه والاربعه معانا ست وداد، ودكتور علي العمودي اهلا ومرحبا به موجود من الامارات، يعني حتى لا يشعرون احنا بغير وادي. لا، احنا كلنا مهاجرين ونفس المعاناه اللي نعانيها، بس بنفس الوقت يعني علينا مسؤوليه. الله يخليك دكتور فاروق، علينا مسؤوليه ان نكون واضحين مع عوائلنا وابنائنا واهلنا، وواضحين ايضا بعلاقتنا مع الدوله اللي هي آوت هذا الكيان، يعني إن كان الكيان شخص أو عائلة أو مهاجرين اللي وصلوا هسه تقريبا بالملايين. ما ممكن نحمل دولة إحنا اجيناها بنفسنا مشاكل ممكن نعيشها وممكن تعيشها أي عائلة موجودة بالعالم. يعني المشكلة بين الأب والأم، أو مشكلة الأب مع البنات أو مع الولد مع الأبناء، هاي موجودة بكل بلدان العالم. يعني ممكن اسلوب التعامل مع الاولاد، يعني مو ما معقوله ان تكون جهه معينه هي الدوله ان شايله سيف العقوبه على كل اب ممكن يرفع الفاليوم مال صوته على طفل او طفله، وما ممكن يعني فرض سياسه الدوله من قبل عوائل مهاجره. فإن احنا نقول علينا مسؤوليه، والدوله ايضا يعني هم عندها مسؤوليه. والملاحظه الحلوه اللي قالها الاستاذ فاروق من البدايه حتى اللي ينقدوه ويعتبروه هو الناطق الرسمي بالاسم السوسيال، حكايه حلوه. قال اكو اخطاء وين باي دوله وباي شخص اكو اخطاء. السوسيال مو جايبين انبياء مختاريهم وحاطيهم بالدائره، يعني الاخطاء من الطرفين، بس التركيز على موضوع ان السلطه الاب والام تفرضها على الدوله، هاي لا مو معقوله. يعني مو اي اب يكون مطلق الحريه والام مع العائله
ونفس التربيه اللي عاشها بالعراق او بسوريا او فلسطين يجي ينقلها. لا، اكو بيئه حاضنه للاطفال وقوانين تختلف، وحتى البيئه كلها تختلف. فاما الدوله توفر له هاي الدورات حتى تبين له القوانين مال هذا البلد، واعتقد هاي موجوده. يعني احنا عندنا اعتيادي، عندنا هاي الدورات، واكيد بالسويد انتم سباقين باستقبال اللجوء، اكيد هاي القوانين موجوده. يعني العائله من تجي لازم اكو دورات مال لغه، مال مواطنه، مال قوانين هذا البلد، واكيد راح تنعكس حتى لو ما عنده شهاده. وكثير هاي الموجات اللي جتي اكيد بهم آلاف ما عندهم شهادات وما عندهم ثقافه. فلازم يوعون بين هذا البلد عنده قوانين، ما يفرقون ابن رئيس الدوله مع اي مواطن موجود. يعني احنا مو ندافع، يعني الواحد يحكي الواقع، مو معناه هذا ندافع عن الحكومه. الحكومه عليها مسؤوله. ممكن تجي حكومه يمين، ممكن تجي حكومه يسار، وممكن تجي ناس تستغل الفرصه وتركب على مشاكل المهاجرين وتكسب أصوات. وكثير من المواطنين حتى بالسويد وعندنا قاموا يصيرون مع المهاجرين حتى يكسبون أصواتهم. ومن يصير بالسلطة يحكي الواقع اللي هو عايشه. يعني ما معقولة كل مهاجر يجي يفرض نفسه على سياسة البلد. إذا عندك ملاحظات عن الأستاذ فاروق. والله أنا عندي ملاحظة جدا مهمة. يعني فئة كبيرة جدا من المهاجرين عايشة داخل المجتمع وما تعرف شيء يدور داخل المجتمع. عندهم تلفزيونهم العربي وأكلهم العربي ومحلهم العربي، وما يعرفون. يعني الآن على ضوء ما تحدثت الدكتورة سناء أنه نريد نسوي دورات توعية وكذا، الدولة تسوي دورات توعية. الدولة عندها 80 ساعة إلزامية لكل مهاجر اسمها المعلومات المجتمعية. والآن حسب التشريعات الجديدة اللي ما ينجح بهاي ال 80 ساعة يتعلم اللغة، يتعلم القوانين، الأنظمة، التعامل، تربية الطفل، تعامل الزوجة، التعامل مع الضرائب، فتح الشركات، حتى كيف طريقة دفن الميت. يعني أكثر من هذا، حتى طريقة دفن الميت ينطوا فصل خاص ضمن هذا المنهج، كتاب، ويدرس باللغة الأم للمهاجر. هي أكثر من هذا شيء يريد المهاجر؟ أنا ما أعرف. يعني قل عندكم بالسويد قانون امتحان منح الجنسية راح يصير الآن في شهر 6. أنا ليش طرحت هاي النقطة؟ هسه عندنا القوانين بدأت تتغير. عندنا بلجيكا بدأت نفس ومقترح رسمي على مجلس على البرلمان بأن يفرضون امتحان على المواطن اللي يطلب جنسية. ويعني أعتقد طبيعي. يعني ما معقول المواطن اللي يمنح جنسية يعني يكون سويدي ما يعرف مثلا منو ملك السويد، منو تاريخه، شنو القوانين بالضبط. يعني هذا لوجيك انا اعتبره. بالضبط. النقطة اللي دائما اريد اقولها ويفوتني الكلام، الحديث طبعا شامل وكبير وواسع، يمكن لو ناخذ ساعتين ما نغطي، لكنه الان وتحديدا الان في ربيع هذه السنة هناك ورش عمل سوف تقودها المدارس بتفويض من الحكومة لتحديد الميول الجنسية لأطفال، وبالذات أطفال المهاجرين. لأنه عند السويدي إذا يكتشف أنه ابنه مثلي ما عنده مشكلة، لكنه إحنا عندنا الكارثة العظمى، لأنه هذا يخالف مبادئنا وتقاليدنا وديننا وكل شيء. الآن كثير من المهاجرين ما يعرفون. يعني كم عائلة أنسة تعرفون أنتم؟ مع العلم عندنا برنامج اسمه برنامج تطور الطفل. المعلمة ترسل على الأم والأب وتقول له ابنك جيد بالمادة الفلانية، ضعيف بالمادة الفلانية، يلعب مع فلان، ما يلعب، يحب البنات ما يحب الأولاد، أو بالعكس. وتقول لهم أنه إحنا عندنا ورشة عمل لاختبار أو البحث عن ميول الجنسية للطفل. ما ينتبهون. هذه مشكلة دكتور. إحنا إذا الآباء والأمهات ما لعبنا دور القدوة داخل عائلتنا وعرفنا شلون نخلي هذا طفلنا، نبني ميوله الجنسية وتوجهاته ونربطها بمبادئنا وعقيدتنا وأخلاقنا وسلوكياتنا المجتمعية، هذا الطفل راح يصير حقيقة مثل الطين الاصطناعي أمام المعلمة. راح تقول له أنا أشوفك مثلا تلعب مع البنات، يجوز أنت
راح يقول ايه انا العب ويا البنات، اروح ويا البنات واحب وهاي اللون الوردي. الكارثه هاي الجديده. كارثه دكتور. طبعاً. لكنه كم اب يعرف انه هناك ورش عمل سوف تقاد في مدارس الدول الاوروبيه من اجل تحديد الهويه الجنسيه وهذا للطفل. استاذ فاروق يمكن موضوع اعتقد عالمي وجديد ومسيس، والله يستر، لان حتى وصلوها الى الاعلام والى شركات الانتاج السينمائيه الكبرى، وحتى نعم. حتى الديزني وصلت، يعني حتى افلام. فيعني فعلا صراع حقيقي موجود انه، واللي راح يجي يفكر يجي لهنا، يعني بس موضوع معقد وشائك. صدقني دكتور ولا يعني هون الحاضرين، لو هناك قدوه صحيحه داخل العائله العربيه، واب مهتم باطفاله ويستمع لزوجته، وام تهتم ببيتها، صدقني العائله العربيه ما اكو اقوى من عندها، لا بالقيم ولا بالاخلاق ولا بالروابط الاجتماعيه. احنا بنياننا اقوى من البنيان العائله الاوروبيه، يعني شاء ام ابى الاوروبيين. لكنه احنا لما جينا هنا الغالبيه العظمى انبهر بالمجتمع، الاب يعيش طبعا. بعالم، الام يعني تحاول تستخدم، انا ما اعمم، لكنه اللي دا اشوفه قدام عيني تستغل كل القوانين شلون تتخلص من تسلط الزوج الميكافيلي، الزوج اللي يلعب دور سي السيد، يسمح لنفسه بكل شيء ويحرم داخل البيت. الاب اللي لكن اب مشغول بالتيك توك الى الساعه 3:30 بالليل، يعني انت وين عندك وقت تحكي ويا اولادك؟ انت اكيد راح تنام للساعه 10 هذا الصبح. اذا موضوع معقد وشائك. خل بس اسمع راي دكتور علي العمودي حتى ننهي نعم. الحلقه. دكتور علي العمودي، هلا بيك. لان هو جاي من مجتمع يمني عايش في الامارات ويريد هم يجي لاوروبا، خلينا نشوف رايه بالموضوع. يطول لي بعمرك يا مع سعادة الدكتور. حقيقة دكتور، أنا سعيد جدا أولا، وآسف حصل عندي ظرف طارئ والله دكتور، تأخرت عليكم يعني. تفضل علي دكتور عطاونا، أنا أشكرك جزيل الشكر. نعم، أنا بعطيكم فعلا من واقع تجربتي الخاصة. طبعا في كثير من اليمنيين منتشرين في أنحاء العالم، وفي السويد طبعا في مجموعة منهم مهاجرين، لكن مش بنسبة الإخوة اللي من العراق أو سوريا أو كذا. كان في محددات يعني على شكل فردي، عائلات فردية يعني تهاجر وليست بشكل جماعي. طيب أنا دكتور، بالنسبة لها النقطة المهمة اللي أنتم تناقشونها بالنسبة للطفل، ويعني تكيفه مع المجتمع الغربي والعائلة، ليس الطفل ولكن العائلة بأسرها. أنا عندي شخصية دكتور، عندما في عام 1983 أنا كنت بالكويت في الأيام، أعمل في معهد الكويت للأبحاث العلمية، وطبعا ارتأيت أن أنا أروح أكمل الماجستير في أمريكا، مجتمع غربي طبعا. فوالله وافق المعهد بأننا يعني يعطونا إجازة دراسية، ورحت على يعني حسابي الخاص، ولمدة 2 في رود آيلاند، University of Rhode Island في المنطقة الشرقية من أمريكا. كانت عندي بنتي وصال، كان عمرها 3 سنوات. طبعا ما تجد ولا تفقه كلمة واحدة إنجليزي، ما كانت تفقه ولا كلمة إنجليزي. فطبعا هناك اللي كان الشروط الكامبس اللي في الجامعة، العائلات هنا، انهم ما يبقوا الاطفال في البيت في المنزل، يجب ان ادخالهم في الكي جي، الكيندر جاردن للاطفال. فطبعا انا تحيرت انا وامها، تحاولنا يعني نقول كيف بتدخل، ما في عندهم باللغه العربيه، كلها لغه انجليزيه، كلهم اطفال. فرحت الى الاوفيس وتحدثت مع المسؤوله، فكانت تبتسم وانا اتكلم معها وهي تبتسم. فقالت لي is it يعني strange يعني what I'm saying؟ قالت لي لا، انا ابتسم لشيء واحد، لانك انت ما تعرف قدرات الاطفال في السن الصغير هذا. يعني سبحانه وتعالى حباهم باشياء، قدرات ما نقدر نتوقعها. نحن مرينا فيها ونحن اطفال، لكن عندما يتعلمون الشيء الجديد او يجون الى تجارب جديده، عندهم قدرات بالاستيعاب بدرجه كبيره جدا. كيف يعني؟ قالت دونت وري، اخلي الاطفال بشكل
مجتمعي، يعني بشكل العاب مع الالعاب معهم كذا فريندلي، يتحدثون بالاشارات وكذا، روحيا نفسيا بتتوافق معهم. فكانت التجربه بالنسبه لي غير مثيره دكتور. تدرج اسبوع اسبوعين شهر شهرين، وقد البنت تجي البيت وهي تتكلم كلمه من الانجليزي وتفقه اللغه الانجليزيه بدرجه يعني تدريجيه، لحد ما مرت يمكن دكتور لو اقول لكم 3 اشهر اصبحت تجيد الاكسن الانجليزي الامريكي، يعني بدرجه يعني انا ما كنت اجيدها عندما تتكلم معنا بنفس الاكسن. ومرت الحمد لله 6 اشهر وتجيد اللغه الانجليزيه بطلاقه. فهذه التجربه البسيطه دكتور هي نفس الواقع اللي يعيشونه مثلا اخوان اللاجئين، سواء كانوا من القطر العراقي الشقيق او من سوريا او من اي بلد عربي ثاني في المجتمعات الغربيه. اطفالهم بالبدايه تكون فيها صعوبه. هنا يجي دور الاب والام دكتور، مثل ما تفضلت الدكتوره في اخر ما سمعت منها والدكتور كمان الفاضل، انهم يجب ان تكون التجاوب من المنزل من الاسره. يعني المدرسه تتصل في الام والام ان ولدكم كذا كذا، او ولدكم سلوكيا ليس سويا او بشكل من هذه الامور. فيجب الاب والام هنا باقتدار انهم يتابعون حاله ولدهم او ابنهم او طفلهم. العمليه بغايه من الاهميه ان الاسره يجب ان تدخل في مجتمع او عشان تتكيف مع المجتمع الغربي او مجتمع غريب عن عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا. فيجب ان تكون هنا في حاجه وسطيه، يعني مرحله وسطيه بين الامرين. فدور الاسره هنا في درجه كبيره. امها كانت مدرسه زوجتي السابقه، فكانت تستفيد منها في البيت انها تراجع معها الدروس وتتحدث معها وكذا. والحمد لله تجاوزنا المرحله هذه اللي هي صعوبه جدا في البدايه بشكل يعني اسطوري اقدر اقولها. 6 اشهر كانت تتحدث بالاكسن كانت انتي باللغه الانجليزيه وكذا. فهذه بس حاجه بسيطه ودي اقولها. وطبعا كثير من الاسر اليمنيه الموجودين في امريكا، في هولندا، في كثير من دول العالم يعني يقاسون نفس الواقع هذا عندما يجون من مجتمع، يعني مجتمع تقدر نقول عنه غير متطور لدرجه كبيره، ولكن متمسك بالقيم وبالعادات والتقاليد. هنا يجب ان تكون النظره تختلف، والدور يجب يكون على الاب والام بدرجه اساسيه حتى يمكن الطفل يتكيف مع الواقع او البيئه الجديده او البيئه الحديثه. شكرا عيني هذه دكتور مداخلتي علي البسيطه على لكم دكتور الإضافة. حسام، واشكرك جزيل الشكر. تسلم بارك الله فيكم. تسلم. يعني عندي الحقيقة دقيقة لو يعني خلصنا، عندي ممكن نحل دقيقة المشاكل كلها. لو ما بيها مجال. اي لان بقى دقيقة أي و15 لا ثانية. لا ملاحظة سريعة، يعني لأن هو الكلام هواية كثير يعني، لكن هي حاليا الحقيقة العائلة تعاني من إحباط، يعني محبطة بشكل مزعج إلى درجة، وأحيانا العلاج قد يكون بطريقة الصدمة، لأن هذول يعني أسرنا وعوائلنا. يلا إن شاء الله نتمنى الخير لعوائلنا جميعا، وأشكركم شكر جزيل على هذا اللقاء الحلو. شكرا جزيلا، ونسمع آراء المشاهدين. شكرا جزيلا. لكم. يلا إلى اللقاء. مع السلامة.